مساء الخير أعزائنا المستمعين مستمعيه VFM. أهلا بكم من جديد في برنامجنا آيات وقضايا. اليوم نناقش موضوعنا الإرهاب والتطرف مع أحد علماء الدين الإسلامي الشيخ معصوم ديرشوي. فضيلة الشيخ معصوم ديرشوي، ماذا يعني الإرهاب من وجهة نظركم بصفتكم عالم دين لكم مكانتكم الاجتماعية والثقافية وكمدرس لمادة التربية الإسلامية في مدارس الثانوية في مدينة ديري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدين السماوي رسالة الله للإنسان، الإنسان الذي أبدعه الله وخلقه وكرمه واستخلفه في الأرض، طلب منه عمارة الأرض. يقول الله عز وجل: والذي استعمركم في الأرض. فالرسالة السماوية توجه الإنسان نحو ما ينفعه في دنياه وفي آخرته. هذا التوجيه من لدن الخالق الذي هو أدرى بما خلق بمخلوقه، فيأمره وينهاه في النتيجة في العاقبة. كل أمر يخدم الإنسان وكل نهي يدفع عنه أذى أو ضرر. أما أن تستغل أوامر الله كلام الله في إيذاء الإنسان وفي الإضرار بدنياه وفي إفساد الأرض، هذه الأمور لا تمت إلى الدين بصلة، إنما يستخدمون الدين، يستثمرون الدين لأنانياتهم لمصالحهم، بدل أن يجعلوا الدنيا مطية لدينهم يجعلون الدين مطية لدنياهم. هؤلاء إذن بعيدون عن جوهر الدين، عن جوهر الإسلام الذي يعني استسلام لأمر الله، والإسلام الذي هو دين سلام، والله هو السلام، وتحيتنا هي السلام، وتحية أهل الجنة السلام، ودعاؤنا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن الحقيقي من أمنه الناس، كل الناس، على دمائهم وأموالهم، كل الناس لم يستثني أحدا. عرفنا جوهر الدين، رسالة الدين إشاعة الأمن والسلام، إيصال الناس إلى بر الأمان، خدمة دنيا الناس قبل دينهم، قبل آخرتهم. أما أولئك الذين يفسرون الدين على أهوائهم، يقتطعون الآيات، يجتزئونها، يخرجونها عن سياقها، يفسرونها تفسيرا خاطئا، إما لجهلهم وإما لغايات تخدم مصالحهم. هؤلاء الذين يسمون بالإرهابيين. الإرهاب في اللغة ترهيب، التخويف، الترويع. أما المصطلح لم يتفق على الإرهاب من قبل الدول. كثير من الدول وكثير من الأنظمة تصنف الإرهابيين حسب مصالحهم، فالذين يعادونهم يعادون مصالحهم، الذين يقاومون تدخلهم احتلالهم يسمون بالإرهابيين. في الطرف الآخر قد يسموا أنفسهم الثوار أو المقاومة أو المجاهدين. فالإرهاب إذن الكثير من الناس، كثير من الدول يحاولون تعريف الإرهاب حسب ما يريدون. الإرهاب نحن نستطيع أن نقول هو ترويع الناس وإخافتهم بسفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو سلب أموالهم. ترهيب وترويع الناس. في ديننا من أخاف إنسانا يخوفه الله يوم القيامة، حرم تخويف الإنسان وترويعه، ناهيك عن قتله وسلب أمواله وانتهاك أعراضه. في حجة الوداع خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أجمعين: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فاليوم كان عرفة يوم محرم، والشهر كان من أشهر الحرم، والبلد الحرام أي يحرم فيها حتى صيد الحيوان في الحج. ومن قتل، والله عز وجل يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا. فالقتل من أعظم الموبقات، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالعدل، إلا بالقصاص العادل. حرم الله عز وجل قتل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يقتل، ويأتي الموبقات يقتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فحماية النفس البشرية من مقاصد الإسلام الخمسة، 5 مقاصد اعتبرها الإسلام ضرورات الخمس: حفظ نفسه، دمه، حفظ دينه، حفظ عرضه، حفظ عقله، حفظ ماله. اعتبرها من الضرورات الخمس التي ينبغي أن يحرص عليها ولا تنتهك بحال من الأحوال. فضيلة الشيخ معصوم، ما هي الأسس التي تبنى عليها أفكار التطرف لهذه الجماعات الإرهابية المتطرفة الظلامية؟ صاحب الهوى لا يعدم العذر والحجة. هم يبررون ويسوغون ما هو لصالحهم، فيحاولون تجير النصوص، يحاولون تذليل النصوص، يحاولون لي أعناق النصوص في القرآن الكريم. كما قلنا يجزئون النص، يخرجونه من سياقه، أو يفسرون النصوص على أسس خاطئة. فأي دين وأي إسلام يبيح قتل الناس؟ لأنه المجرم وصاحب الأهواء دائما لا يبحث عن العذر، ويبحث عن المبرر، ويبحث عن المسوغات لفعلته وجريمته. من أين جاءت فكرة قطع الرؤوس؟ وما هو الدافع من وراء ذلك؟ قطع الرؤوس هو سلوك قديم قدم التاريخ، فالذي كان يحكم عليه بالإعدام، فالوسيلة الأسرع إزهاقا للروح هو قطع رأسه. فالوسائل تطورت. أما أولئك الذين يريدون تعذيب الإنسان بالحكم عليهم بالإعدام استخدموا وسائل شتى في إزهاق الروح البشرية، إزهاق روح الإنسان. أما هذا القتل للرؤوس الذي نراه هو ذبح. من الذي أفتى بإزهاق روحه؟ من الذي أباح دمه؟ ثم ماذا ارتكب حتى يعاقب هذا العقاب؟ يجعلون من أنفسهم مشرعين وقضاة وجلادين في نفس الوقت. الإسلام لا يبيح ذبح حيوان أمام حيوان، فكيف يسمحون لأنفسهم بذبح إنسان أمام البشر، أمام الإنسان على مرأى ومسمع العالم؟ كيف يبيحون لأنفسهم؟ هذه مفارقة عجيبة. الله الرسول حفاظا لأحاسيس الحيوانات أمر بذبحها بعيدا عن الحيوانات الأخرى، لأن لها أحاسيس فطرية بالخوف. الدافع من وراء ذلك هو الترويع، الدافع من وراء ذلك هو خلق صدمة أمام من يقابلونهم، والدافع وراء ذلك هو تحقيق ما يصبون إليه من تدمير واحتلال لبيوت ومنازل وأراضي الخير. فضيلة الشيخ، ما هو دور وسائل الإعلام في نشر وتغذية الفكر الإرهابي التكفيري الظلامي؟ وسائل الإعلام مختلفة وتوجهاتها مختلفة، لا نستطيع أن نضع كل الوسائل في سلة واحدة، ولكن هؤلاء يجيدون استخدام وسائل الإعلام، يوصلون عبر قنوات التواصل الاجتماعي، يبعثون رسائل لتجنيد الشباب، يقدمون أعمالهم في إطار من البطولة، يقدمون أنفسهم على أنهم مجاهدون، على أنهم آتون لتحقيق ولتأسيس دولة الإسلام، وأنهم قادمون ليسود
حكم الإسلام، فيقدمون أنفسهم في هذه الأطر، يمجدون القتل ويقدمونه في إطار من البطولة. فهؤلاء هذه الأمور تستقطب الشباب إلى ماذا يطمح إلى الجنة التي وعدها الله المتقين. وبما أن الشهيد من أعلى الدرجات في الدين الإسلامي، نعم. ألا ترى بذلك يستقطبون أكثر الشباب من هذه النقطة؟ نعم، يستخدمون وسائل الترغيب، وأكثر ما يرغب به الشباب المسلم الجنة، هم يطمحون إلى الجنة فيروجون لهذا الأمر. لا ننكر الجنة الله عز وجل أعدها للمتقين، فهم يروجون على أنهم يحملون مفاتيح الجنة عندما يقدمون على هذه الأعمال، فيغررون الشباب بترغيبهم بالجهاد وبترغيبهم بالشهادة، ولكن مع كل أسف لا يعلمون يجاهدون من، ثم هناك من يقتل على أساس أنه شهيد، ذاك الذي يخرج تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيله إيمانا به وتصديقا برسله، فهو على الله ضامن أن يدخله الجنة. فهل هم يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله، أم يقاتلون ويجاهدون من أجل تحقيق مآرب دنيوية دنيئة لفئات وجماعات ومنظمات؟ فضيلة الشيخ، لقد سمعتم وشاهدتم في الصيف الماضي أن الجماعات المتطرفة التكفيرية قامت بهجوم شرس على أخوتنا الكرد من الطائفة اليزيدية، وفعلت ما فعلت من قتل ونهب وتشريد. برأيكم لماذا سبي نساء هذه الطائفة عدا غيرها؟ هؤلاء الإرهابيين لم يوفروا أحدا في تشريدهم أو تقتيلهم أو سلب أموالهم، فضحاياهم من كل الطوائف، من السنة ومن الشيعة ومن الكرد المسلمين والكرد اليزيديين. أما فهم ينظرون إلى كل من يخالفهم الرأي أنهم مارقون عن الدين، أنهم غير مسلمين، فكل من لم يرتئي رأيهم أو ينهج نهجهم أو لم يكن على رأيهم يعتبرون كفارا، والكافر عنده مهدور الدم والمال والعرض، فيعتبرون طائفة اليزيدية طائفة مارقة خارج عن الدين، فأباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وفي تصوري لو استطاعوا أن يسبوا نساء طوائف الأخرى المخالفين لهم ما ادخروا وسعا ولا جهدا في ذلك. في الإسلام وسع مخارج الرق وضيق مداخلها. الرسول لم يسبي أحدا، فالأسير إما أن يمن عليه بالإطلاق أو يفديه، إما منا بعد أو فداء. فالرق كانت حالة قبل الإسلام مستشرية منتشرة في كل الحضارات التي سبقت الإسلام، الرق كان موجودا، والإسلام جاء لتحرير الرق. عشرات المرات ذكر القرآن تحرير رقبة، لم يذكر القرآن بسبي الناس واسترقاق الناس. وعندما حرم الرق عالميا، المسلمون هم أول من وقعوا على تحريم الرق. وسيدنا عمر يقول مقولته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالرق والسبي في ديننا حرام حرام حرام. كانت معاملة بالمثل، كان الرق معاملة بالمثل عندما يسترقون ويسبون نساء المسلمين. فمن العدالة أن نعامل الآخرين بمثل أن يعاملوهم، ولكن الإسلام دعا إلى العدالة، ولكن ارتقى بالإنسان إلى الإحسان، والإحسان بأن يطلق الأسرى وأن يحرروا الأسرى وأن يطلقوا سراحهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أسر الكثير في فتح مكة بعد أن آذوه وطردوه وهجروه وقاتلوه، تمكن منهم، فكانت قوانين الحروب تبيح استرقاق الناس، الحروب في ذلك الوقت، ولكن الرسول قال:
لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فضيلة الشيخ، لقد ورد في حلقتنا السابقة نداء إغاثة من فضيلة الشيخ خلف بحري أحد شيوخ الطائفة اليزيدية، ووجهها إلى إمام الحرم الشريف فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديسي وإلى شيخ الأزهر لمساعدة أبناء طائفته في هذه المحنة الصعبة والتنديد بهذه الجرائم البشعة والأفعال اللا أخلاقية التي يقومون بها باسم الإسلام. ماذا ترد عليه بصفتك عالم دين إسلامي؟ أنا أضم صوتي إلى صوته. شاهدنا البشر كلهم إخوة، إلهي ومليكي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن البشر كلهم إخوة. شاهدناهم في حالات تندى لها جبين الإنسانية: مشردون، حفاة، أشباه عراة، جائعون، عطشاء. نحن بدورنا زرناهم وقمنا بما استطعنا أن نقوم به. أكثر مرة زرتهم في هذا المخيم وساعدناهم بالقدر الذي نستطيع، وليس في ذلك منا. واجب إنساني ينبغي أن يقوم به الجميع، ولا سيما من يكون في مواقع متقدمة من كبار الشخصيات الذين لهم الدور والأثر. نذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله عز وجل لعباده يوم القيامة، يقول: كنت مريضا فلم تزرني، فيقول: أتمرض وأنت رب العزة؟ قال: أما وجدت عبدي فلانا مريضا، أما لو عدته لوجدتني عنده. ثم يقول: كنت جائعا فلم تطعمني، والله حاشا له أن يجوع، ولكن يضع نفسه في موقف ذاك الجائع. كنت جائعا لم تطعمني، أو أنت رب العزة هل تجوع يا رب؟ يقول: أما وجدت عبدي فلانا جائعا، أما لو أطعمته لوجدتني عنده. كنت عطشانا لم تسقني، كنت عريانا لم تكسني، يقول رب العزة. يقولون له: هل تعرى، هل تعطش؟ يقول: أما وجدت عبادي فلانا وفلانا عطشا وعرات وجياع، أما لو أطعمتموهم أسقيتموهم كسوتموهم لوجدتني عندهم. لذلك أضم صوتي إلى صوت الشيخ خلف بحري، وأنادي علماء المسلمين بأن يقوموا بما يستطيعوا تجاه هذه الطائفة المظلومة التي ظلمت والتي عانت ما عانت من قتل وتشريد وانتهاك لأعراض نسائها وسب نسائها وبيعها في أسواق النخاسة. أعادوا أسواق النخاسة مع كل أسف. نناديهم ونقول لهم: هذا واجب إنساني بالدرجة الأولى وواجب ديني، لأن الدين الإسلامي يغيث الملهوف ويفرج كرب المكروبين، ومن فرج عن أخيه كربة، أخيه الإنسان كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فضيلة الشيخ، هل فترة الإرهاب قصيرة أم طويلة، أم هي فزاعة بيد الغير لإرهاب الشعوب بها؟ الإرهاب كحالات فردية قديمة جدا، وستظل هذه الحالات الإرهابية المنفردة. أما أن يدول الإرهاب أن يتحول الإرهابيون إلى دول يحكمون الناس، فلا أتصور أن بإمكانهم وباستطاعتهم أن يحكموا الناس، لأن الشعوب لا تقاد بالعنف والإكراه. كيف يحافظون على البيئة الحاضنة التي يسيطرون عليها؟ في تصوري أنهم إلى الآن لم يتمكنوا من أن يخلقوا أو يوجدوا لهم حواضن آمنة، لأن الأمور لم تفرز بعد، ولأنهم لم يظهروا بعد على حقيقتهم، لأنهم لم يتمكنوا بعد من رقاب الناس. فلا يمكن أن يعودوا
بالإنسان إلى عصور الظلام. لا يمكن أن يحكموا الناس بالسيف، وكل ما نجد من البيئات الحاضنة لهم إنما تأتي نتيجة القمع ونتيجة الظلم والقسوة على الناس، أو يرغبون بعض الناس بالفتات وببعض من الأموال. لذلك نراهم كأن الشعوب أو المجتمع يحتضنهم، إنما هذه صورة ظاهرية ستتجلى حقيقة الأمر بعد أن يعرفونهم على حقيقتهم وسيلفظونهم تماما. ما هو الحل والعلاج المناسب الذي ترونه للوقوف أمام الفكر المتطرف الإرهابي الظلامي؟ طبعا هناك ممارسات إرهابية. الممارسات الإرهابية تعكس فكرا إرهابيا متطرفا. أما الممارسات الإرهابية يجب أن نقف الجميع أمام هذه الممارسات، فهي بمثابة أورام سرطانية، والورم السرطاني ينبغي أن يجتث، الورم السرطاني ينبغي أن يزال. أما الفكر الإرهابي، الفكر المتطرف، نحن بحاجة جميعا، المجتمع، مسيحيين ومسلمين ومن كل الطوائف، ينبغي أن نتحاور، ينبغي أن نلتقي، أن نضع أيدينا بأيدي البعض، ينبغي أن نقبل بعضنا البعض، نقبل اختلافاتنا، نقبل أن نكون متنوعين. التنوع والاختلاف، ننظر إلى الاختلاف كسنة تكوينية إلهية، وننظر إلى التنوع على أنه ظاهرة طبيعية فطرية، والاختلاف يعطي جمالا للمجتمعات، الاختلاف إثراء للمجتمعات. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا نحاسب بعضنا البعض على اختلافاتنا ولا اختلاف أدياننا، لا نحقد على بعض على اختلاف أدياننا. الله يحاسبنا يوم القيامة إن كنا مخطئين أو على صواب. فإذا التقينا ونشرنا الفكر المعتدل، الفكر الوسطي، الفكر الذي يدعو إلى التسامح وإلى قبول الآخر، يمكن أن نقف أو أن نعالج الفكر المتطرف بالفكر الوسطي. التطرف طرفي نقيض تطرف، أما الوسط: إنا خلقناكم، الله عز وجل يقول آية قرآنية: خلقناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان داعيا إلى اليسر، وكان ينهى عن التطرف والتنطع والتشدد. يقول: هلك المتنطعون، إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والدين متين أوغل فيه برفق، فلن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. فعلينا أن نشيع ثقافة التسامح والمحبة والسلام بين المجتمعات. فإذا كنا يدا واحدة نعالج هذه الأورام السرطانية، وإذا كنا نلتقي على ما يطلب منا ديننا نصبح إخوة، وبالأخوة والسلام والمحبة والوحدة نقف أمام هذا الفكر المطلق. ما هي رسالتكم التي تريدون أن توجهونها لعموم الأفراد الذين ينخرطون مع هذه الجماعات التكفيرية الإرهابية؟ بأن يدرسوا ويقرأوا ويفهموا دينهم، أن يدركوا جوهر دينهم ورسالة دينهم، وأن يعرفوا عمن يأخذون دينهم. أولئك الذين يلقبون ويكنون بأبي فلان وأبي فلان وأبي فلان، هؤلاء لا نعرفهم، من أين هم؟ يخدمون من؟ يعملون لصالح من؟ هل يأخذ الإنسان دينه عمن يجهله؟ ثم أن أقول لهم: عودوا لرشدكم، عودوا لوعيكم، عودوا ولا تغتروا بالمظاهر، فليس كل ما يلمع ذهبا، ولا تتأثروا بالشعارات التي يحاولون من خلالها خداعكم ويحاولون من خلالها اصطيادكم. إذا كان على بصيرة من أمره، على دراية بدينه، لن ينخرط في هذه المنظمات والجماعات التي لا نعلم من أنشأها، من أنتجها، من روج لها،
من دعمها الشباب ينبغي أن يعلموا أن دينهم هو دين السلام، والإسلام يأتي من السلام. فضيلة الشيخ، نشكرك لاستضافتنا في منزلك. وأنا بدوري أشكركم وأشكر إذاعة هيفي FM، وأشكر الأخت خالدة ديركي بالأخص على تحملها هذا المشاق وعلى طرحها لهذه المواضيع التي نعتقد ونظن أنها تفيد المجتمع وتقرب بين الأطياف ومكونات هذا الشعب. أشكركم. أعزائنا المستمعين، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، والتي ناقشنا فيه موضوع الإرهاب والعنف وتداعياته وسلبياته على الشعوب والمنطقة. وناقشنا هذا الموضوع مسبقا مع ضيوفنا من الديانة المسيحية القس إدوارد عوابدي، الأب الروحاني لكنائس سوريا ولبنان، والقس نعيم يوسف الراعي لكنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلي، ومع الشيخ خلف بحري من كبار شيوخ الديانة الأيزيدية، والشيخ هكاري أيضا من الديانة الأيزيدية، والشيخ معصوم الديرشوي أحد علماء الدين الإسلامي. إلى اللقاء، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة ومواضيع جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.